برشلونة لاس بالماس، لقاء في الجولة 25 من الدوري الإسباني. مباراة يتطلع فيها برشلونة للفوز على فريق لاس بالماس لمواصلة الصدارة. هانز فليك حضر لاعبيه من خلال التدريبات انه ما يستهتروا بلاعبين لاس بالماس وفريق لاس بالماس، كونه فريق لاس بالماس نفسه حقق الفوز في مرحلة الذهاب على برشلونة في ملعب برشلونة. برشلونة يعني بالرغم من ذلك قادر على إنهاء المباراة بالشوط الأول من خلال مهارات الفنان بيدري وحماس النجم الصاعد بقوة فيرمين لوبيز اللي أتوقع أنه راح يلعب أساسي اليوم، وسرعة رافينيا ومهارات لامين يامال. على برشلونة استغلال كل الفرص اللي بتسنح له وتسجيل أكبر عدد من الأهداف في الشوط الأول عشان يلعب بالشوط الثاني وهو مرتاح. فريق لاس بالماس فريق قوي في التحولات وخطير في الهجمات المرتدة. في آخر 13 لقاء برشلونة فاز في 9، لاس بالماس فاز في مباراة فقط وتعادلوا مباراتين. احنا يعني بنتمنى فريق برشلونة يقدم أداء جيد ونتيجة جيدة لمواصلة الصدارة. هانزي فليك حذر لاعبيه من أنه يجب تحقيق الأهداف في الشوط الأول عشان ما يكون هناك مفاجأة لفريق لاس بالماس بتسجيل لا سمح الله أهداف في آخر الدقائق. تشكيلة برشلونة متوقعة لهذه المباراة: تشيزني في حراسة المرمى، بالدي، أروخو، مارتينيز وكوندي. في خط الوسط فيرمين لوبيز، بيدري وديونج. في الهجوم لامين يامال، ليفاندوفسكي ورافينيا. تشكيلة لاس بالماس المتوقعة: سيلسن في حراسة المرمى، فيتي، سواريز، هيرو ومارمول. في خط الوسط مونوز ومولر، بياسيزيتش وفوستر ولويود ومكبروني. توقعاتي نتيجة هاي المباراة: فوز برشلونة على فريق لاس بالماس 2-0.